Good morning, everybody. How are you guys today? I'm gonna go to school. Bye, Mama. I love you. Love you too. Give you a hug. Bye. Bye. See you. I love you. Love you too. شايف رجال تهت ليال شايف رجال تهت شايف رجال تهت شايف تركض وراها هاي بفة ما شاء الله صوت العصافير واو يسعد صباحكم يا حلوين شلونكم شو اخباركم يا رب تكونوا زينين وصحة وعافية ان شاء الله اليوم عندنا عمل شعبي من الصبح شايفين الحديقة شلون صايرة اليوم تنظيف للحديقة ان شاء الله بسم الله وتوكلنا على الله ايش راح اسوي هسه من الصبح اني قاعدة هسه اول شي راح اغبس اسوي خبز الصاج تحبون خبز الصاج تسوونها يلا نقول بسم الله راح نسوي لنا شوية خبز ونتريق يلا نقدر نكمل شغلنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم راح استخدم الطحين الاسمر الخبز الصاج اذا ما بي طحين اسمر يطلع هيك مثل اللزقة هسه شوية ملح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
شاء الله. هاي العجينة جاهزة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا خبز الأسمر صحي هواية. أخليها دقيقتين ترتاح وارجع أسوي الكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. أوريكان أم تشتكن أوريكا خذي حسكت أمي نوني طعنك تشيكين. بسم الله. جوجي ديالك خوشة ما شاء الله. ساقة زبستوني وداما خوشة هو صمر فنوني تشيكت. قرقر بتشيك تشيكت هسه. هاي آخر وحدة الحمد لله خلصت من الكرات. يلا خليها هنا. ضروري قبل ما نبدي نخلي خبز لازم ننظف الصاج. أكيد كلكم ربات بيوت شاطرين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله صوت هاي العصفورة. ما شاء الله صلوا على النبي.
شلونها خبزاتي، شايفين ما شاء الله. طبعا خلي اسولف لكم اني شلون تعلمت اسوي خبز الصاج. تتذكرون ايام الحرب، حرب العراق وايران، وقتها صارت بسم الله شلون خبزات ما شاء الله. وقتها صارت حرب، وقتها أنا كنت صغيرة يعني، بس أتذكر كل شي. صارت غلا هواية بالدنيا. احنا لازم نسوي هاي الحركة حتى كل الطحين يطلع منها. والدتي ربي يحفظها لي، يحفظ أمهاتكم وكل أمهات العالم يا رب، والأموات ربي يرحمهم يا رب ومثواهم جنة إن شاء الله. فكانت مضطرة تسوي لنا خبز، هي كانت تعرف تسوي خبز صاج. الواحد بوقتها إذا كان يعرف يسوي خبز كان ملك بزمانه. يمكن أنتم تتذكرون أهل العراق يعني. فأكيد العراقيين كلهم يعرفون بذاك الوقت شنو اللي صار بالعراق. صار غلا بالدنيا، ماكو سكر وماكو رز ماكو طحين، يعني بالقوة كنا نحصل على شوية طحين حتى نسوي خبز. فوالدتي كانت تسوي لنا خبز الصاج، وكل ما تسويها تصيح علي تقول لي يلا تعالي ساعديني. أنا كنت صغيرة ما أعرف أي شيء، أشيل الخبز من الصاج وأقلبها. هذا اللي كنت أني أعرفها يعني. شوية شوية يعني تعلمت منها. كنت أباوع عليها شلون تفتح العجينة وتسويها كبيرة، وشوية شوية ما شاء الله أني تعلمت. فمرة الوالدة ربي يحفظها قعدت من الصبح راحت تسوي لنا الخبز، خلت أغراضها كلها بالحديقة وقعدت، وهي طبت جوا. أني رحت خليت العجينة هيجي قدامي، صرت أفتحها العجينة. اجت الوالدة شافني هيك دا أفتح الخبز ما شاء الله وأسويها، قالت هاي من وين تعلمتيها أنتي؟ والله أنتي الشاطرة وسباعية. قلت لها يما والله منك أنا تعلمت يعني، حتى خبز التنور أنا تعلمت من الوالدة أسويها ما شاء الله. شنو خبزات هسه ما شاء الله يعني. دا أتذكر ذيك الأيام
واقول ربي يحفظها الوالدة، يعني علمتني اشياء هواية. هسه صرت اشبهها هواية بالحكي بالحركات بالشغل. يا اخو قارم كل صورة وجابها نفس النقطة. والله داس خش. راح تمطر هسه؟ بلد اي ها؟ لا تنقط عليه والله. لا بدأت تنقط. هذا غير حظ. هذا جاني الشتاء بعد. اليوم مطر وباكر ثلج. باكر ثلج؟ باكر 50%. ايه يقولون باكر ثلج. شايفين؟ يلا هاي هي بعد شتاء. ليش يقولون الشتاء؟ بس اخلص الخبزات ما تنطر علينا. هاي آخر وحدة. تفري يلا أني سويت الخبز وأنت راح تسوي لنا الريوق. والله ام فارس انت عليه شغلات يعني مو كل مره تقدر تسويها بصراحه. قاعد هنا من الصبح سوينا هذا الخبز إيه وهالاجواء. صد بيت معدل ها؟ الجو بارد صحيح بس يعني أجواء حلوة. الجو خريفي أجواء حلو. شتوية حلوة والله. بعد خريف. لا دخلنا شتا خلص. فينا ثلج كل الهلا بيها. ترودر يقول كل الهلا بيها. باكر ورا الظهر ثلج. مشكلتنا احنا بمشيقان يعني من يجي الثلج مرات يجي الثلج يعني شو اقول تقريبا نص متر يصعد عندنا بالشتاء. يا هواية الوصول هواية تنزل. للشغل يصير صعب كلش. لازم نطلع قبل ساعة أقل شيء. حوادث تصير ازدحامات حوادث مرورية أيام السيارات والتركات هذه صارت. الله يحمي الجميع إن شاء الله. فإن شاء الله. شوف الخبزات الحلوة مالتنا ما شاء الله. ايش رايك بهاي الخبز؟ عاش ايدك وفارس. وهذا نقول يعني مو كل مرة يعني تقدر تسويها. شكرا. هاي الطماطم قلات. خلينا نشوف ابو فارس دا يسوي لنا الريوق. طماطم بيض اليوم. طماطم بيض؟ والله احلى ريوق من ايدك. عاشت ايدك والله صدق. اي بس بعد تضرب دقيقتين ثلاثة بعد خليها بعد شوي. هسه تضيف لها البيض. من يسوي الحطب النار مو مثل الطباخ. يا الملح وينه؟ جبنا لما جبنا يا الملح. شو اسوي هسه؟ حضر البيضات. يلا بسم الله. عاشت ايدك والله. هسه تطلع كلش طيبة من ايدك الحلوة. طبعا الجهال كلهم بالمدارس هسه. أنا وأبو فارس قاعدين من الصبح وجينا للحديقة نسوي لنا هيك أجواء حلوة.
عاشت ايدك. مثل العيشة. شوية ملحة، ولو أنا عندي شوية ضغط سلامتك بس ما إن شاء يأثر الله. إن شاء الله. إذا أي نمشي ورا شوية ما الأطباء ما راح نعيش. لا تاكل هذا الشيء ولا تاكل هذا الشيء. انطشها بيض مطقوق عندي أطيب. هاي هي بعد شوي استوت بعد. أطيب طماطة وبيض اليوم. عاشت ايدك. من ايد ابو فارس. عاشت ايدك والله. انت العيش. ربي يحفظك. يلا خليها هنا. بسم الله. الله شعور نفسي. يعني اكو شغله يقولون من كنا يعني بالعراق وتنقطع الكهرباء. اي كنا نقعد يم الهيتر نقول شعور نفسي حتى لو ما هو كهرباء تشعر نفسيا انه تتدفى. اي والله. بس هذا دفو صدق، هذا مو شعور نفسي. يا لا هذا احلى دفو. يلا نسمي بسم الله. مية طعمة وطعمة تجي من عنده. هو هذا البيض الأكل اللي يصير على الحطب، يعني طعم رهيب يفرق. أي طبخة إذا تصير على الحطب نفس شغلات الشاي، يعني الكل احتمال مجربها. الشاي والقهوة من يسووها على الحطب طعمها يفرق، هواية يفرق. مشهية إلى درجة. ألف عافية. بفري. يلا ايد. ايش جاي؟ ما شاء الله مطرت، بس مع ذلك أنا راح أشتغل بالحديقة وأنظفها شوية. شايفين التغيير؟ ما شاء الله. هسه الحديقة مالتي شكلها طلعت، هسه دا أشوفها هي حديقة مو غابة، لأن كانت صايرة غابة بصراحة. شوفوا هنا كلها نظفتها، وهنا بعد يعني التغيير باين.
شفتوا هنا كلها أوراق، جمعتهم هنا. هنا نظيف وهنا لا بعد، والمطر ما دا يوقف، بس مع ذلك أنا دا أشتغل مستمرة. والله يعطيني العافية إن شاء الله. يلا ادعوا لي وياكم أجمعين يا رب. يلا شوفوا الحديقة، بس المطر ما دا يوقف. وصلت لي هنا لهذا الركن هسه بعد. نظفت الحديقة وكلش فرحت طبعا، بس بعد 5 دقايق شوفوا الحال. المطر والهواء ما دا يخلون الحديقة تبقى نظيفة، والأوراق مستمرة تنزل مثل المطر. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيب قلوبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله. تمطر ورق مو مطر، تمطر ورق. ما شاء الله تمطر ورق، الورق مستمر. سبحان الله، مغير الأحوال من حال إلى حال. نشوف البرد. واو. الورق جاي حتى هنا. ما شاء الله. قاعدة انتظر مش هسه راح تجي. الأجواء حلوة، أجواء الشتاء، هوا وبرد وصوت المطر. تحبون هيك أجواء؟ موقد خشب مشتعل مثل ما قال كاظم الساهر. برد ورياح ومطر، موقد خشب مشتعل. يلا انتو كملوا. يا جدي مشمش يا عمري، هسه جوعانة. مشمش يا ما تعرفني اني بالشباك. مشمش هاي هاي، ويلكم هاوس. يلا نروح هسه بلها الاكل.
طبعا الجهال كلش يحبون حبوب السيريال، خاصة بالصبح لما يروحون المدرسة يسوي. هاي أسهل وأطيب وجبة الأطفال يحبوها، السيريال. طبعا يضاف إلها الحليب وياكلوها. أنا طلعت برا راح أخذ نعناع فريش لأن راح أسوي شاي البابونج ويا النعناع والليمون. هاي طيارة مرة بدها تمطر ما شاء الله، ريحة المطر. خلي أخذ نعناع وأدخل الجوة وأدخل جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بفري هم وياي قال منها كيبه بكم بفري عبدو. هاي بتكفي. يلا بقى نجوز. يلا يلا صورة برد يلا نطب جوه. نغسلها. بسم الله. وهسه نضيف الليمون وهذا البابونج. عبدو بسم الله. وهاي كيكة الجميلة. طبعا هاي جبتها جاهز، هواية أحبها، وكل سنة هيك وقت لازم أروح واشتري من هاي الكيكة لازم. واو. يزرد خد كيك شو تشيش كي بخد. دي يفكر شلون ينصب على صورة، شلون ينصب عليها ويلزمها ياكلها. شوفوا جمال الكيكة، طعمها تخبل، نكهة اليقطين بطعم اليقطين القرع. هذا القرع العسلي الأورنج. طبعا عبده ما يقعد راحة، لازم يلزم العصفورة. يحاول يدخل بالتلفزيون. يلا إذا تقدر تدخل يلا عادي ادخل. طبعا اليوم كان كلش شاق وطويل ومتعب صراحة، تعبت هواية. تنظيف البيت والحديقة كسر ظهري اليوم. صحيح شغل البيت ما يخلص، بس الواحد لازم يخلص شغله. أنا أبد ما أحب أأجل الشغل. أي شغل يكون عندي بالبيت نفس اليوم لازم أخلص الشغل. شلون ما أدري،
وبالليل أبد ما أعرف أشتغل. انتوا هم هيجي مثلي؟ بس أني بسم الله. هاي الكيكة كلش طيبة. العمر يخلص وشغلة بيت ما يخلص. نقول الحمد لله، الله يعطينا الصحة والعافية إن شاء الله وإياكم أجمعين يا رب العالمين، لأن أهم شيء الصحة. طبعا اليوم مش قد ما أني تعبت. شوفوا عبدو وين راح، يعني وأخيرا راح صعد على التيفي، على الميس مال تيفي. عبدو انزل. طبعا مش قد تعبت اليوم، ويعني حس روحي هيجي يعني راح تطلع من التعب والله العظيم. يعني دا أحكي لكم الصراحة، يعني الحديقة مالتي كلش كبيرة اللي ورا، وأني كنت بوحدي. أبو فارس طلع للشغل وأني كنت بوحدي والأولاد بعدهم بالمدرسة، فتعبت والمطر كان ينزل علي هيجي. عبدو انزل عبدو ورا خوري شتي. فكل هالتعب يعني، بس شفتهم فرحانين أني نسيت كل تعبي، والله العظيم نسيت كل تعبي. يعني هذا هو المهم عندي. طبعا كلش عجبهم الخبز. حبايبي الخبز دائما يعني ما أسويه هالقد، يعني يمكن بالسنة مرة مرتين هيجي إذا يعجبني أسوي، يعني يجيني واهس أسوي أو يكون عندي وقت، لأن تدرون ياخذ وقت، يعني ساعتين يمكن 3 ساعات يعني على ما خلصت. سميت هيجي كمية يعني الأسبوع، فقلت أسوي لهم يعني هيجي التغيير. أدري هم جهالي يحبون هذا الخبز الصاج، كلش يحبونه يموتون عليه. يعني بالصبح من طلعت مشمش للمدرسة جت فكرة براسي إنه أسوي اليوم الخبز. ما طول كلهم طلعوا واني ايش راح أسوي يعني. كنت مخلصة الشغل البيت كله والحمد لله البيت كان نظيف، فما كان عندي أي شغل يعني. فقلت ما طول ما عندي أي شغل خلي أروح للحديقة وأقعد وأسوي خبز وأفرحهم اليوم. طبعا لما اجوا من المدرسة كلهم كلش فرحوا، يعني ما صدقوا أني سويت الخبز لهم اليوم. قالوا لي ماما سوي لنا كل مرة، احنا راح نجي ونساعدك، هذا الخبز كلش طيب. فهو تغيير، يعني الواحد يغير. أنا أحب التغيير بصراحة، يعني مو كل يوم نفس الشيء نفس الشيء، روتين ممل يصير. واحد يغير يعني حتى بالأكل، ترتيب البيت، بأي شغلة يعني التغيير كلش مهم. فما أدري أنتوا هم تحبون الخبز الصاج تسوونه بالبيت لو لا؟ أكيد كلكم ست بيت وكلكم تعرفون تسوون، أنا متأكدة من هذا الشيء. ليش كيف قلت ماخذه كدافري هو الدفتر.